قدرنا نستمع إلى الحلقة الأولى. أيوه. ألو، السلام عليكم شيخنا أبو أحمد، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا. شلون صحتكم؟ انتوا على الهواء في غرفة الغدير والكل يرحبون بكم ويحبون يسألوكم عن تاريخ هذا الدجال الذي يدعي انه امام ومبعوث من الله، فاحنا نستمع منكم التسلسل التاريخي لوجود هذا الانسان. تفضلوا. خدمتكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا سؤال عن أحمد إسماعيل جعفر البصراوي. أحمد إسماعيل جعفر طبعا عرفناه وعاشرناه وسمعنا منه الكثير وشاهدنا أفعاله أقواله أحاديثه، نعرف عنه الكثير من الأشياء اللي حقيقة نستغرب عن البعض دعواهم، ونستغرب انهم يوضعون في اطار اكثر من حجمه وتوسر من حجمه وتوسر من عنوانه وتوسر مما هو عليه الناس في وادي. واحمد اسماعيل حياته وحياته الحوزويه وحياته هو وحيدر شتى الشداوي وبعض من الاشخاص اللي عاشوا وشافهم، فاحنا نعرف انه هو شخص يعني شخصية ضعيف اسمر طويل جدا تقريبا شديد السمرة. احمد اسماعيل ذاته من اهل البصرة، معروف الكل يعرف انه بعض الاخوان سافروا وياه الى داره وشاهدوا اهله ومنزلهم واقع بالبصره، وشاهدوا الكثير من افعاله واقواله، وناموا يعني حقيقه ناموا ببيته وشافوا واكلوا زاد دولتهم، هو اكل زادهم وضافهم حتى في المدرسه. والكثير نعرف عنه عن سلوكه واخلاقه. احمد حقيقة انتقاء الافكار، عنود ويحب العناد. واتذكر الى في يوم من الايام عندما طبعا ظهور الشهيد الصدر الثاني مرجعية الصدر الثاني سن عداء على هذه المرجعية، كذلك سن عداء على مرجعية السيد السيستاني، ويحاول يعني يبتعد عن الدليل ويبتعد عن النص ويبتعد عن دائما يحب الجدال ويحب يعني يحب بين قوسين خالص تعرف. ونعرف عنه الكثير من حياة أحمد بن الحسن، أحمد المدح وأحمد الحسن طبعا يدعى نفسه أحمد إسماعيل جعفر. حياته مليئة بالتناقضات، حياته مليئة بالازدواجية، حياته مليئة يعني ما احنا نتصور انه حقيقة قلت بعض الأخوة انه عن أحمد إسماعيل جعفر يعني الناس في وادي وأحمد في وادي، يعني نقاش الأدلة والنصوص والأحاديث وحتى أنه البيان اللي يصدره عندما اختلف ويا أحمد حيدر مشتت فضحاه وقال هذا رجل فلان وفلان وفلان، وهم اتفقوا عن أفكار واتفقوا. وكان الاتفاق، أصل الاتفاق هو أنهم يريدون يخرجون الشيعة بعنوان أو آخر عن مرجعية النجف، وهذه الفكرة الأساسية كانت عندهم. بعدين طورت أفكارهم، ولو كان ابن الإمام لو صح التعبير يعني لو تنازلنا شوية ما عنده التناقضات وهذه المراحل اللي مر فيها، ويطور أفكاره. ويوم إذا وجدت فكرة معينة من أحد الإخوان اللي يردون أفكاره
اصحاب الادله، ودليل اخر جديد يعمل دليل جديد وفكر جديد متناقض الاقوال الافعال. حقيقه احنا بخدمتكم الان في غرفه الغدير، فشو تطلبون تسالون عن احمد اسماعيل جعفر، احنا بالخدمه ان شاء الله. حياكم الله شيخنا العزيز ابو احمد ورحمه الله والديك. الواقع هو احنا سؤالنا الاول، هل هو درس وتدرج تدرج طبيعي بالحوزه؟ واذا كان قد درس بالحوزه وتدرج، هل احنا سمعنا اكو امام يدعي العصمه، يدعي انه مبعوث من الله ويدرس بالحوزه؟ نعم احسنتم. احمد ما تدرج بالحوزه، ما عنده دراسه تدريجيه بالحوزه، عشوائي. يعني طبعا هو يدعي يومية تقليد احد المراجع، ولو كان مثل ما يدعي انه الامام ما كان يقلد، يدعي كان على يظهر تقليد السيد السبزواري رحمه الله عليه، ويرجع لابنه علي السبزواري بكثير من المسائل. يعني كان كثير من المسائل احنا نعرفها ما يعرفها، ابسط المسائل الفقهيه في الانسان كنا انه يعني العاشره ما يعرف ابسط المسائل الفقهيه، واذا هو يدعي انه مثلا ابن الامام او كلام من القبيل، هو ناقل يعني. المهم فهو درس كثير، بس هو كان ميولاته كتب الجن، كتب السحر، كتب الشعوذه، كتب التاريخ، كتب الشخصيات، بعض الشخصيات يعني الشخصيات المعروفه بالضلاله. يعني حقيقه بعده كثير من الطلبه منا ما كان هو يريد من اول ما سكن، هو طبعا سكن جامعا او فندق الرحباوي بصالح المدينه، من يجي من المدينه وسكن الرحباوي وبعيد عن هو انسان جدلي، ما قدر يتمكن من الدراسه بالحوزه، ما استطاع ان يتمكن من الحوزه. هو مو انه ما درس بعض الدروس بالحوزه العلميه، ولكن ما تدرج بالحوزه العلميه، يعني كبقيه الطلب او بقيه اقرانه. هو عشوائي متناقض الافعال الاقوال. بني مولانا العزيز. احنا عندنا احد افاضل الحوزه ذكر القصه انه كيف درس طرد من درس المنطق عندما جابوه يدرس منطق واصول وانطرد. انا ما شايف امام يروح يدرس منطق ما عنده واصول ما عنده وينطرد من الحوزه. شيخنا العزيز، هاي متى بدأت هاي الادعاءات مالته انه امام وانه هو من البصره وهو يمني؟ شلون نوافق بين هذني؟ بلي مولانا العزيز، السؤال طبعا عدة أجوبة في جواب سؤالكم الشريف. الله يعافيك. مولانا العزيز، بالنسبة إلى أنه ما كان هو اهتم ببعض المواضيع، مو اهتم ببعض المواضيع، دليل أنه عنده بعض العبارات الأدبية، بعض العبارات المنطقية، بعض العبارات القرآنية. رجل مو عنده حتى نكون نحن شنو نوصف الحديث. اما بالنسبه الى هو هل انه يدعي العصمه؟ عفوا انه يقول العصمه. مولانا العزيز، هو منين اجت العصمه؟ يعني احنا شخص عرفه متناقض، افعاله اقواله حديثه، يعني اذا تريد يعني مثلا اقول كلمه حادثه، كان اسعد البصري صديق له. نعم. يعني جميل جدا الله يحفظه، اسعد البصري مؤدب خلوق. طبعا عنده اخته يعني احنا نذكر كان عائله، يعني كل حتى اخوانه صرت يعني جميله جدا، حتى اخته جميله كانت، اللي هو يعلم انه شافه وراح عرض انه ياخذ اخت اسعد، وما طاع اسعد كان يشكله انه يروح الى مكانات مشبوهه ويتكلم بحديث ومتناقض، فما رضى الشيخ اسعد. الشيخ اسعد كان مطلوب سابقا لو متخفي، لان تعرف انه ايام صدام اكثر الطلبه متخفين وكذا، وكانوا الظاهر عنده حد بصفه معدوم او كذا،
طلب انه يتزوج اخته. من بعد انه رفض شيخ اسعد انه يزوج اخته، انه سلط عليه جن، وكان يتمكن عنده حتى انه كتب الجن عنده. وعندي اصدقاء كانوا يروحون طبعا وياه الى مكانات بالوادي هذا النجف، كان يسخن يحضر الجن. ومن بعد انه شيخ اسعد اخذ اخته لاحد الاشخاص المؤمنين جزاهم الله خير، انه عالجها، بعد قال يسلط عليها جن وتعالجت. يا شيخ اسعد راح للبصره فتره وبعدين رجع للنجف. فهو مثلا عنده كثير من الافعال، مثلا التهجم، الشد، الغيبه، اذا هو كان يختار يعني بدون ما يعرف الشخص يذكر السوء وينقده. كان مثلا يعني ايش تذكر؟ اذكر احاديث كثيره من افعاله واقواله. من اجت اول عصمه لا نتكلم عن العصمه اللي هي عصمه الاقوال والافعال لا حبيبي، بعيد عن العصمه، بعيد عن تصرفات العصمه. لكن من يصدق هي هاي المشكله. المشكله هي الطاعه في دليل القران والسنه والحديث والنصوص، وعيشوا في وهم. كان لنا من الطاعه مثل ناظم العقيلي. ناظم العقيلي انسان مريض يعني معروف بمرضه، صح شو طاوع عليه. دراسه الحوزه ممكن تولد بعض المنطقيات وبعض الالفاظ وبعض العلميه الادبيه وبعض يعني يتمكن بعض الاحيان من الحديث والجدليات وما شابه الى ذلك والسطحيات، خلينا نقول وغيره. ممكن اذا ما تقوى الله شو ما نقول اللي هي التقوى فوق. نعم الانسان اصلا كان معروف حتى معظيم انه كان من يدعو الشيخ اليعقوبي، وسوى الشيخ اليعقوبي بعد الله الا شويه. انا ما اريد اتكلم على الشيخ اليعقوبي، ولكن اريد اقول لك ناوي العقيل حتى هم يعرفوا. بعدين سرعان ما صادق احمد وصادق حيدر، واذا قام احمد اليوم احمد والفلاني احمد كذا، هم معروفين باخطائهم نازلتهم من حوزه. اما دراسه احمد ما عنده دراسه. احمد اجى سكن فتره بالجامعه الرحباوي وشاف بعض الطلبه ويحاول يتقرب بالطلبه. انا اقول ان الحضاره من ساعه ما كملتها. اتذكر كلمه في احد المجالس كان اجى احمد وشخص وياه مجموعه، الظاهر هو ما على بالي الوقت تاريخ شويه ما جاي الدارك، انه مثل قال بالبصره حركات يهوديه تدعم بعض الاشخاص. يجي نبع لي واحد قال له احنا شنو هاي الحركات؟ كان الوضع بايام صدام تخاف الطلبه، قال احنا ايش علينا بهذا الحديث؟ قطع حديثه. اتذكر هذه العباره لا زلت اتذكرها لحد الان بذهني. اتذكر انه قال انه اكو حركات. احمد اسمه قاطع، ما حقيقه ما واظب على درسه. كان الى معارض معروف، قاطعت الكثير من الطلبه بالحوزه العلميه. حقيقه اذا تذكر العصمه بين الثرى والثريا هو لفظ العصمه السلابيد العصمه، فكيف نحكم على عصمته من باب؟ يعني ما ادري. يعني المشكله اللي يتبعوه اظلهم بالروايه والحديث وما يعرفون شيء عن احمد اسماعيل جعفر بني. نعم. شيخنا بني. نعم. هو كان الظاهر حسب ما عرفنا انه كان عنده علاقه بالشيخ حيدر مشتت، وحيدر مشتت انقلب عليه. هذا صحيح؟ احسنتم. حيدر طبعا هو رافقاه. حيدر مشتت اعطيك فكره يعني قبل انه ملاحظه مهمه. طبعا هم ما عندهم يعني بدايتهم هم يمتلكون حتى يشترون ورقه. نعم. كل هذه الاموال الان وجدتهم هذه ليه قدام، خلنا تحكيها في البوستر ليه قدام عليهم. ثانيا من بعد ما اثاروا قضيتهم بالحوزه، المثال اللي قبل القليل يتبعن اللي قبله، انه بالاساس اجتهم الاموال فجاه، وهم كانوا يثيرون قضيه الاموال. هاي الشبهه موجوده، وعند التدقيق يعني اريد اكثر عن التاريخ. نعم. حيدر مشتت صديقه. حيدر مشتت طبعا هو اللي صنع القاعده.
حيدر مشتت هو اللي كثير من الشبه في البدايه، هو اللي حرز كثير من الشبه وكان. الو الو، الظاهر خلص الباك، نعيد الاتصال. الو روح يا رافضي. هاي معجزة للقاطع، شوفوا القاطع قطع الاتصال. لا تقولون ما عنده معاجز، ايه لا تقولون ما عنده معاجز. دير بالكم من الفيروسات، دير بالكم. السمك البني، ها والله مساكين اهل العراق تليفونهم ما عندهم بيحظ. هناك خبر ان القطوعي سيطر على خطوط في البصرة. اي مع البصرة. هاي الحلقة الأولى أخواننا. إيه سيدنا إذا ما اتصلت يسوون دعاية. إيه نعم معجزة، نعم معجزة، معجزة كبيرة هاي. الو سلام عليكم. عفوا انقطع الاتصال. عليكم السلام. قلنا يمكن خدمتكم. قلنا تفضل شيخ. استرسل حياكم الله. نعم كنتوا تحكون عن ارتباطه بالشيخ حيدر مشتت. بلي حيدر مشتت، بلي حيدر مشتت له صديقه يعني رافقاء يعني اقرب الناس الى من البدايه. فحقيقه الاستشارة الأول صديق بالسفر بالحال بالترحال، صديقة معروف صديقة يعني. لذلك الأمور اللي الخلاف اللي صار وفضحاء بعدين إنه حيدر مشتت، هذه حقيقة ما جت عن فراغ، لأن
حيدر مشتت. هم اتفقوا انه يسوون هاي الخلية من البداية، وبعدين اختلف عن حيدر المشتت. حيدر مشتت صديقه، وحيدر المشتت اللي هو بعدين بتاع القحطاني فيما بعد. يعني حيدر مشتت صديقه، وحقيقة وجدت وياه ويسافر وياه، ودائما يعني دائما تمشي اذا ضيعت احمد تلقى حيدر، واذا ضيعت حيدر تلقى احمد. فهم اصدقاء على سؤالكم على الصداقه بيناتهم. وبعدين اختلفوا بعدين اختلفوا وصار اختلاف بيناتهم. طبعا بعض الكتب اللي ترك حيدر بحياته قبل لا يدعي انه عبد الله القحطاني، اللي نزل كتاب الرياضيات الابجديه، ونزل كانوا يعتمدون على علم الحروف، يبحثون عن كتب دائما اللي هي عن الافاق وعن علم الابجديه. ساعده بالكتابه احمد اسماعيل، وبعدين اشتهرت كتب حيدر مشتت في المكتبات. المكتبات كان يستنسخ بعض الكتب وينشرها الكتب بحول الابجديه وكذا. واللي ساعده بالطباعه احمد. وبعدين اختلفوا مثل السؤال اللي وجهته انت. بعدين كريم، زين شنو موقف حزب البعث والقياده البعثيه عندما هذول ظهروا؟ شنو احنا ندري كل الظاهره كانت تخرج ايام حزب البعث، يعني كان موقف النظام في هذه الظاهره. نعم مولانا العزيز، احنا هذه الظاهره حقيقه احنا بايام انه النجاح ثم ظهر، وحقيقه هو هذه الامور بعض الطلبه المقربين لهم يدعوا هذه الدعوه، سحبوا من احمد. لان انت تعرف انه كان مجرد انه اي شبهه على الطالب ياخذه، مجرد اذا الكتاب استنساخ داخل انتهى الطالب له 5 سنوات، مجرد اذا يسمونه ناشد الحسين هو عليه 5 سنوات او سنه من العقوبه اذا طالب حوزه، اذا من ضمن طلبه الحوزه. طبعا المثير مثل ما تفضلت كان احد الاشخاص بدايه دعوتهم، وانا على يقين من كلامي، كانوا من الاشخاص مشبوهين انه يمثلون بعض الاخوان. انا من الاشخاص اللي طبعا يجوني ودعوني انه شخص قالوا تعال بايع ابن الامام، بايع الامام. وكان يتحدث حيدر المشتت، فكان وياهم يدخلوا شخصيات مشبوهه. هذه احكيها للتاريخ. هو يعرف حيدر بعد ما يعني مات اقول عليه الرحمه الله يذكره، ما ادري هو كوم حسب ما سمعت كذا انت. واحمد يعرف اذا هو يصمت الان على الغرفه. اشخاص كانوا موجودين مشهورين. اللي واحد كان صديقه ذا يعرفه من اهل البصره سنين ما من بالي، يعني خبر تقريبا يقول طلب يساعدون من احمد، يعني قبل لا يصير الدعوه مالته. نعم. قبل لا يصير يعني يصير هذا الدعوه بالاوساط الحوزويه، قبل ما يصير الدعوه مالته انه طريقه كان احد الاشخاص، بعض الاشخاص مشغولين، بعض الاشخاص اللي كان يسير عليهم بالوادي منهم هذا الشرد الضعيف صاحب الغتة الخضراء يعرفه لا يتصمت الان بعض اتباعه، لا هو يتصمت الان علينا اكيد بالضبط. يعرف هذا الشخص اللي ضعيف البنيه الاسمر بالوادي، بدايه الوادي ورا صاف الصفا، يعني بيته ورا الصف كان كلنا اظن شان ما ادري بعد الحياه تحدوا بعض الطلبه عنهم لاسباب الشبهه. هذا سؤالك مولاي، حدثت حول انه فبقت ما ادري هل انهم كانوا مدعومين ما مدعومين. هناك تناقضات مولاي بالاقوى يعني بين الاوصاف الحوزويه، لكن تركوهم الى ان بعدين يغال ما ادري شنو سجنوا ما سجنوا وخذوهم، بس هم تركوهم فتره طويله ما ادري هل خلوهم طعموا بعض الطلبه، وكان تظهر بعض الحركات داخل الحوزه حتى يكون طعم حلما لبعض الطلبه يدخلون وبعدين يعتقلونهم، مثل ما ظهرت بعض الحركات واعتقلوا
العلمية. بلي هذا سؤالكم مولانا. نعم، بس احنا نعرف يعني اذا ما كانوا مرتبطين يعني بحزب البعث اقلها هو خطر قادم يعني، فليش ما حاربهم النظام؟ مولانا انا خليني اجاوبك. احمد مولانا عفوا سيدنا احمد اخوه ضباط بالدولة، يعني مسؤولين كبار بالدولة. اللي هو اخوه يعني ضباط بالدولة. فاحمد كانت عنده حصانة، وبعض الطلبة يتخوفون من عنده. اخوانه بعضهم مرتبطين بالدولة، هم واخواته معلمات، وهو هو مهندس حتى على حال ما لنا علاقة، بس كان يحموه اخوانه بالدولة واصلين يعني شو ما تعبر ما ادري وين واصلين، لانهم بالمخابرات سابقا ضباط مسؤولين بالامن ضباط على حال اخوانته واخوانه. لا ترى انه هو مدعوم عن هذا الطريق، الله العالم. فعلى حال احمد ما يخاف انه يكون الى حصانه من قبل الدوله سابقا، واخوانه اللي كانوا يدعموا، واخوانه طبعا اللي سافر الاشخاص سافر وياه من الاصدقاء يمكن نفسا يقول احنا ندرس بيتهم، جو اخوانه مسؤولين كبار بالدوله، واحمد الى وجود بين اخوانه، وكان الى قول يعني شو ما تقول من جهده يعني لاحظ فد علامات انه فد لاحظ صوره الاحترام والتقدير لاخوهم، هم متذكرين اخوانك بالدوله، لذلك ربما من الباب هذا حبيبي. احسنتم. شيخنا شنو نوع اللي بحيث انه يخدعون انه هو امام وانه له ولايه تكوينيه وان ما شاء الله من القاب عجيبه غريبه. نعم مولانا احنا شوف انا اخواني المسلمين انا ارجو انه يعرفون انه خلي يفصلون بين القران والسنه والروايات اللي جاي يكلمونها الكتاب فلان وفلان وفلان. ايضا نجد ان احمد واقع احمد خلي يفصلون يميزون انه لا يعيشون حال الروايات والايات اللي هي بعيده عن معروفين، ما عندهم فد محصله علميه، ما عندهم منهم ناظم مثلا منهم عندهم او عندهم واحد يعني حيدر هو كان اكثرهم امكانيه علميه، هو حيدر مشتت يعني كان هو اللسان الناطق يعني هذه حتى انه السنه الاولى ظهر البدايه الدعوته اللي كان الناطق والكاتب والمهندس وكل حيدر نظمها، بعدين حيدر تجدوا شلون كنا عليه في الحاجات كذا وكذا نسوي يعني من الاصدقاء يعرفونها. شيخ سلام الناصري، شيخ سلام اعطيك اسمه بالتصوير، عندي حتى صورته موجوده يعني شخصيه، صوره سلام يعني من الاشخاص اللي ضحكوا عليه، خلينا نعبر هيك بالعباره هذه. شيخ سلام اعطيه اسمه يعني بس لحظات، شيخ عفوا المهن الناصر المهن الشطه المهن الشطره بلي اتطورت يعني شلون ما تقول طورها شويه. بالبدايه الان وكيل الامام يعني اول ايام وكيل الامام، ودان الامام لا السلام كان قاعد طالب مؤدب خليوك للاسف الظهر يعني قصته المسكين هذا دخل وياهم قالوا له مشينا للوادي، قال لهم شو اسوي؟ قالوا له راح نخليك تلتقي بالامام. قال ابويا الامام التقي بالامام مسافه 10 متر 20 متر، صدق شرب انا اريد اشوف الامام. المهم خد داحره حوله قالوا له هو يسولف من شيخ سلام رحمه الله على شيخ سلام،
خط دائرة حوله، قالوا له هسه شو تشوف؟ قالوا ما اشوف خط. بعدين رجعوا عليه مرة ثانية أحمد وحيدر موجود. بعدين قال اشوف اسمع صوت من شنو. المهم قال له انت اصبحت من انصارنا ومن مريدينا وكتبت لك البيعه. شيخ سلام يمكن طبعا جون اجوا اهل الي بعدين من بعد حديث طويل، يعني حقيقه قام يخرج ويقعد اصوات يطلع واصوات غريبه. اخذوا اهله والشيخ سلام عندما وصل للبيت لانه بس اريد ازور الامام، لانه هو كان شخص مؤمن وخادم الحسين. جابوا اهله للامام ودخل الامام وخرج فتشين بس هو يتحدث الشيخ سلام رحمه الله عليه. جاء الشيخ سلام قال لي يا شيخ انا حقيقه هسه انقلت اللي صار، نقل الحالة اللي نقلت لك، بس قال دخلوني بمكان وبعدين غرقت وبعدين انا بوضح لي الحق. يقول بديت ابكي وبعد ما بكيت جابوني الامام، دخلت الامام وانكشف من فتشي طلع من جسمي. حسيت قلت ابكي، قلت هذا شو سووا بي احمد وفلان. فقرر نشهر بهم كل جامع بالشقوة، وطلع من بعد صلاة المغرب وانفتح رحمة الله على الشيخ سلام. وناظر العجيني انسان يعود بالبلاد والغضاء حقيقة، وكان من دعاة الصرفي وبعدين هذا دائما نفس السيد الصرفي وبعدين الشيخ اليعقوبي، وبعدين ينطلع على انه كانوا اقرباء الى اصدقاء يعني بالمنطقه او صادقوا بالظاهره بالنجف. يعني الشيخ ناظم وقام طبعا دعا احمد اسماعيل ودعا له والرجل بالاوساط معروف بالبلاده والغباء، ما عنده اي خلفيه علميه ومعروف. فبعض الطلبه يعني بالي اذا عندكم بعض الاسماء احاول انه اعلق عليها خدمه مولانا العزيز. بارك الله. يطلبون التشخيص لوجهه، لانه بعضهم يقولون وجهه احمر، عيونه زرق، شعره اصفر، ما ادري شنو. ممكن توصف لنا يا الله يعطيك فد وصف جيد ان شاء الله. نعم احسنتوا ان شاء الله. انا اتفقت ويا الشيخ سائر باكر ان شاء الله، يعني تقريبا مسؤوليه بها موفقه، وهذا راح نحاول نعدلها. هي صورته الحقيقيه، صورة أحمد إسماعيل جعفر مولانا العزيز، ضعيف أسمر شديد السمرة، من أنصيب السمارة أصلا مننا. نعم. وطويل القامة، ضعيف يعني حتى انه لحيته من تحت ثم ما كان فوتكم زوجكم بالصوره راح تشوفونه. اما انه ما يمكن، لان حقيقه بعض الاخوان اتصلوا بينا قالوا يماني واسمه حسين شديد ابيض جميل بنتهم لا يحط 100 مكياج ما يصير حلو، لا يحط 3000 مكياج ما يصير حلو، الا يروح الا بعد الجماعه ياخذونه مثل ما يسوون عبره بعد يسوون للتاريخ لامير المؤمنين. دخلوا علينا انه قال بايع بخلق الله العلي العظيم يشد الحسين الشهيد على هذا الموقف. سلام الله على سيد الشهداء. انه من دخل علينا الله كانه
نظرت له سألت الله شنو هاي الدعوة، وكنت كان داخل بالأمن قبلها ومريت بحالة التعذيب وكذا، وكنت متردد وخايف من عندهم دخلوا شنو دول من الصبح دخلوا علينا، مو بس ثاني دخلوا على عشرات الطلبة وراحوا لكثير من المراجع وراحوا. أشهد أنا يمكن حادثتين، هاي الحادثة أريد أن دخل أحمد ما حكى وحدا يحكي والله شاهدت أنه كان كلب أسلوبي أسود أسمر أضاء أحمد بالتاريخ، هاي ما أنسى هذا الموقف. والموقف الآخر طبعا على أحد المراجع من بعد نقاش من أساء قبل لا يدعي الإمام أو يقول عن القرآن عشان كانوا يتعرضون ويريدوا يسوون نعم بها. دخلوا على أحد المراجع، أنا أقول هاي العبارة، أنا كنت جالس كنت داخل عند درس هذا الرجل وهيأت الحيدر لقاء مثل شيخنا فلان هذا يريد يشوفك وعند بعض الإشكالات، قال فلان خلني يخالف. وطبعا من بعد ما قدر يرد على هذا المرجع، ما اريد اسميه، اثار بعض الشبهات. سبحان الله هذا المرجع رداه، ما قدر يرد حيدر، ما وجد اي فرصه حيدر للنقاش للتاريخ. لأن هذا المرجع خاني، أقول لكم عدوا عن رأيكم، غيركم ترى ظهرت حركات لا وحدة، لا تداخل الحوزة وخط الحوزة، وأقول بعدين يدعم خاص أو ما أقول العبارة حتى أكون صادق بمثلها. على حال أنه بعدين إذا مثلت أمثلها لكم نصر، المهم قال واعدهم بالجنون، قال إذا بقيت بهذا تنجنون يا فلان بطلق أكتب. سبحان الله. وإذا بسكت وضعت وإذا شوف موقف حيدر وموقف سبحان الله جسدت المرجع للحد الآن. هذا الرجل المرجع سكت وعزيز على قلبي من حادثة دين لن يعلم الغيب هذا عندي، بس كان يعني سبحان الله. وقال حيدر تنجن وسبحان الله فيما بعد. على حال فكان أنتم أحمد وصفاته. أحمد إن شاء الله راح أنقلكم الصورة إليه وراح يشوفون الصورة لأنه هو اسم أنه عين الأبيض وما شو يسمونه وأخضر وعيونه أخضر ولا هذا. ودعوة الصرخي شو علاقته؟ مولانا شو بالك يا ابني، هو بالنسبة إلى قضية الصرخي قضية من ادعاء أعلم ما أدري كذا. هو حقيقة صار ربما أتباع أذكى منا بالنقاش والجدال. ما كان هاي الإمكانية لصالحها. صارت نقاشات حقيقة ما قدر يواجهها نفسه هو، يعني ما قدر يدافع، ما قدر يرد الإشكالات وكان يتهرب من عندها. راح قال أنا جادلتكم أنا كذا وصاروا عليهم شبهات بعض أتباعه وصارت نزاعات قيل وقال ودعوة فلان، وصار صورة من يسقط الثاني واللي ما وصلوا إلى نتيجة بها فائدة. اثنينهم ما عندهم دليل، اثنينهم ما عندهم محصلة علمية. نقاشات فارغة ما بها فائدة. تقدروا تراجعون النقاشات السلسلة الذهبية اللي هم يسمونها. وبالنسبة لأحمد ما قدروا لأن صبحوها هم واحد صبح الثاني، واحد خلينا نقول طلع عيب الثاني، فماكو محصلة ورد للمفكرين للعلماء حتى يستفادوا من هذا العلم. صلوا خدمتكم. أحسنتم بارك الله بكم. بعد شنو عندكم من الذكريات ويا الدجال هذا الذي الآن أصحابه يدعون أنه إمام وأنه هو نعم، فزودونا الله يزودكم بخيراته إن شاء الله لكي الناس يعرفوا. مولانا عزيز أنا حقيقة أعتذر مرات تسأل أسئلة وأخرج عن السؤال. لا على راحتك. أنا حقيقة أنا أعتذر لك وإلك حبيبي. أنا شنو أقول يعني حقيقة
انا اتمنى يكون السؤال منكم حتى اقدر اثير بعض الاشياء وبعض الذكريات. انا جبت احد الاخوان قبل قليل اتصل بي قبل لا تتصلوا، تعرفت انا اتمنى الحصر واعيد الذكريات، اطلع الخزين الموجود بالعقل واحاول انه لا تتحصل الى بعض اللي يفيد الاخوان. بل مولانا يعني حقيقه وايد ذكريات عن احمد اسماعيل ذاته، يعني مثلا فقط اذا اريد انه شخص صديق مسافر وياه اهلا البصره، ويعني شاف الواقع الى الحياتي والاجتماعي وأن يشوف الاقتصادي، وعرف شنو سرته وشنو ان شاء الله اذا تريدون ان اليوم صرت احاول اتصل حتى اخذ منا بعض المعلومات. حقيقة هذا من سمع احنا واحمد اسماعيل قاطع الداعي اليماني. طبعا قام يبحث الى لحظات يعني طويلة جدا جدا، يعني يبحث كل شوية يبحث نعم ايش تبحث؟ لا قال اضحك لان شنو احمد اسماعيل هو اليماني وشنو وانا عارف فلان ابن التان هاي امه اخطاء يعرف هو حتى بيعرف اشياء اخطاء صايره بس يعني بيناتهم يعني غلط واشياء معينه يعني غلط مو يعني بمعنى الفاظه وهو ما ينتهي الى مستوى ابن الامام معصوم او ياخذ توجيهه من ابن الامام. اذا هو ابن الامام خلينا نقول انه قال لي وبي فلان وفلان، ليش ينقل الحديث عن فلان عن فلان؟ ليش ينقل مرسلات وهاي المرسلات مشهوره بضعفها وتناثرها ورقصتها؟ ليش ينقل عن طريق وساطه علميه؟ انا اجلس اقول القضيه سيدنا العزيز، انا يفكرني احمد بالمطوعات بالعراق، بالمطوعه ياخذونها علي بن الحسين مولانا العزيز، هذا يروح دائما المطر وقول بعض السيد مسلم الحكيم والسيد الصدر الثاني قال هذا شخص مدفون قبل 100 سنه اللي هو مدفون بالمحاويل، هذا تلقى كل القدوه ممكن انه تتذكر احمد اسماعيل قاطع. اذا قعدت تشوف مجموعه من النساء والرجال، اني براس الحسن، اني علي بن الحسين، اني براس العباس، اني براس علي الشمسي، اني براس المدرسي، واذا تشوف عشرات من النساء والرجال واحد يعطي شكل. طبعا بالمناسبه ستستغرب تلقى حتى يحتل فصيح، يعني هذه يعني حقيقه هاي الحالات موجوده. ممكن اذا تتذكر انا اتذكر احمد اروح اتذكر المحاويل وعلي بن الحسين وهذول يدعون انا العباس وانا فلان مولانا. مو غريبه مو غريبه انه هذه موجوده هي الدعوه، لكن هو اللي اختلف عن غيره هو يمتلك الفاظ، يمتلك سياقات كلاميه، يمتلك بعض المواضيع البلاغيه، يمتلك بعض الحس خلينا نعبر عنها الادبيه والكذا والحته الاجتماعيه. خلي شكلي انا شويه اريد اتنزل عبارتي اريد اوصل فكرتي نفكر عدد اذا يستمعون. نعم. ولذلك هو يحاول عن طريق الفاظه وعن طريق يكسب الراي العام. كثير انا ما اريد اقول وقعت كثير من الالفاظ اللغويه، بس اريد اقول لك خلي تكون حديثه. الجد عنده اخطاء، الجد عنده كذا، اذا هو ابن الامام ويدعي اسمه يعني خلي صح حياته، خلي صح افكاره، خلي صح الوضع اللي بسرته، خلي صح سرته الخلاف الموجود داخل اسرته، خليه يصح نفسه عائلته، يصح نفسه اقرباء ارحامه. من ساروا عن ارحامه قالوا له ذاك الدخي جابهم كلهم وقال لهم بالشجره اللي سواها الى احد الاشخاص، اظن عندي الان قدامي الان الشجره مالته، قالوا له انت المهدي، يعني من ساروا ضد القضيه انه قال انا ابن الحسن المهدي. نعم. بل ولا سيدنا ايه بلي معاك. فين راح يقنعهم؟ بلي بعدين راح يقنعهم قال ابويا كلكم من الامام المهدي، خبوا الوقت ما حتى ياخذوا ساروا يعني هم خلي هسه يروحون جماعه اتفقوا ويا احد الاخوان يسوون في القراءه في استقراء الحياه
وشركه ومنطقته ويصورون هذه الامور كلها. بعدين كان عليه بعض اقربائه يعني تتخيل قضيه للتاريخ يعني صار بعض اقرباء عليه من ارحامه ومن عمه وقرايبه. يعني انت شلون تدعي هذا الشيء؟ ما دول قال لهم انتم هم ولد المهدي. يعني تخبر الواد وياه. حتى انا اقول لك قضيه اسوي عيد 6 اسماء. اكو قضيه تاريخيه الوسط والجنوب حتى في المنطقه الشماليه بالعراق هذه يسمونها القرون المظلمه، الثلاث قرون مظلمه. هذه حقيقه وقع بها الكثير من الاشكالات حتى عند النسابه. يعني انعدد 3 اسماء او 6 اسماء، بعدين صارت خلافات على الاسماء فيما بعد. يعني هو يعد اذا هو ما لا باصله. القضيه الكبيره موجوده الا هو بعد الدوله العثمانيه صارت مسائل يخافون من الجنديه، يخافون من العسكريه، يخافون من قاموا يغيرون بعض الاسماء. لذلك هو اذا ما يعرف اسم اهله هو يوقع بخلاف بعض العلامه على اسماء. هذه موجوده حتى بوقت صدام صار قضيه الانتخاب، واحد يعد 6 موجوده باكثر يعني بالمجتمع العراقي يجوا الى الوسط. يعني الناس كانت تتخوف وكانت 2 3 فقضيه انهم يحطون 6 اسماء هو خلي لهم يجيبون للاسم السابع بالبدايه مثل قضيه مثل قضيه واقع موجوده بوسط وجنوب العراق اللي هم الدوله العثمانيه يحاولوا يعطوا بعض الاشخاص قبل الجنديه ويودونهم الى مناطق بعيده. الناس كانت تتخطى وتسمي 2 3 4 فاخو صار خلل بعض المشجرات في القرن يسمونها القرون الثلاثه المظلمه طبعا. هذه معروفه عند علماء الانساب، معروفه عند علماء النسب. وممكن موجوده الكثير من العشائر مروا بهذه المشكله بالتسجيل. فهو محل الشاهد انا اقول هو يحدد اذا هو ما يعرف ممكن يراجع علماء الانساب حتى يثبتوا له شنو هو. يعني انا اقول محل الشاهد الخلافات. فهذه كل علماء الانساب هذا اللي يسال احد من علماء الانساب يتسلط عليه يعرف هاي الحاله هاي المساله اللي يصدر بالقرون الثلاث القرون المظلمه اللي هو 19 18 17 من نقول 19 و18 و17 تقريبا. هو المظلمه صار بالكثير من المشاكل النسبيه بها. على حال فبعد ما اختلفوا عني بعض امامه لانهم بعدين اقتنعهم قالوا انت تعالوا كلكم فلان وفلان وفلان محمد وعبد الحسن وانت ابراهيم وهذا دول امامه الظاهر امام المقربين اليه. قالوا تعالوا انتم خلينا نحطكم بيد واحد وقسموا ولد المهدي. هذه اللحظه حتى عنها تكون حقيقه لا اله الا الله. يعني هناك كثير من المشاكل يعني الشتري من المشاكل والشبهات الاف من الشبهات ما يقدر يلقى احمد اسماعيل جعفر لا شبهه يرد. يعني يحب بشارة الاسلام لمن شارك بشارة الاسلام وكتاب الملاحم والفتن. وكان دائما شايل ادري انت كنت تحفظ بالروايات حتى تقول اني احمد واني اسماعيل انا ابن الامام. انت لا ابن الامام ما كنت تحتاج دائما شايل اشاره الاسلام والملاحم والفتن. انا اقول لك صدقني كانت هذه الكتب موجوده عنده وملاحم وكان دائما يراقب قضيه الفتن، قضيه الشخصيات مشبوهه كان يقرا ويشيل كتب. مثل كان بعض القضايا التاريخيه اتذكر دائما يحمل كتب تاريخيه وياه. ويوم من الايام جلس تقدم على الصدر وبعدين متحف الصدر ما ادري يستقطب القاعده ما ادري شنو غايته من هذا الشيء. واتذكر عباره تكتب على السيد الصدر السيد الثاني هو ومجموعه اتهموه بانه الشيخباني كذا. ما ادري شنو الغايه من هذا اللفظ. وحقيقه راحوا للصدر الثاني رحمه الله عليه السيد الشهيد. واتذكر العباره بانهم السيد الشهيد اذا عان الشيخباني اذا الدوله المين. اتذكر نفس العباره يعني هيك ما مضمون العباره قال حسيب دول لو عملاء لليهود لو يهود. لا عفوا لو عملاء لليهود من حيث يشعرون او لا يشعرون كذا ما مضمون العباره. يعني ما اتذكر حتى اكون
دقيق في العباره. يعني لهم مواقف، واتذكر السيد رد عليهم وردخوا وفسقوا سته اللي سموا حرب على السيد بدايه ظهوره وتم السيد عده تام، وكانوا حقيقه اثاروا الراي العام على السيد الشهيد ويزيلون بعض الاكاذيب. حقيقه ابتعدت منهم فقط، هم ابتعاد حقيقه مو ابتعاد اللي انت تتصور انه بعد ما نشوفهم. لكن نلتقي وياهم عند المجالس، نلتقي وياهم في المنطقه اللي هو سكن جديده الثانيه وسكن جديده الرابعه وسكن منطقه الحواش سكنوها هو وصاحبه، وسكن كانوا يهجرون بيوت التشييع منطقه، وصارت بدايه دعوتهم من الجيده الثانيه اتطور داخل النجف. يعني كانوا ساكنين مهجرين بيت وانطلقت دعوتهم من الجيده الثانيه. المهم فواي اكو مولاي ذكريات، يعني شكري كثير من مواقف. يا ريت اذا عندكم التساؤلات تجيبونها على بالخدمه مولاي العزيز. ان شاء الله احنا على الحلقه الثانيه نتصل بكم ونحضر الاسئله. طبعا المضحك بهذه الشخصيات انه الامام مالهم موجود ويستشهدون بروايات. انا ما ادري هو ليش ما يطلع، يعني هو يقول انا مستعد انا مستعد انا مستعد، اباهل اناظر، وبعدين هذولا من يخدعون يعني. بلي تفضل. مولانا ذكرت حادثه طريفه يعني امثلها لك. طبعا حيدر من راد طبعا راح الايران انه اليماني ودعا صاحبه ونفسه، نقول لهم الضغط على نقل احد المراجع هاي الطريقه. قال لهم نص العباره، قال لهم قالوا له انت عندك معجزات، قال لهم شو تريدون اسوي؟ عميت وراي. طبعا انا غير طبعا الفاضي يا شباب، يعني خلوا بال الاخوان وبالكم. شويه من بس طب ما عندهم مانع ترى يدون الباب ويكتبون. لا اله الا الله. هذا امام اغتيالات هذا. انا غير اقول هذا امام انه اللي يكتلوا شيخ سلام يعرفونه، هو احمد يعرفه شيخ سلام، اذا يطلت احمد اسماعيل وساعه يطلت الحديث يعرف اسماعيل سلام ليش كتبت؟ شنو سلام؟ هذا يجي قال لكم انتم باطله دعوتكم، عندكم حجه الان تنتهي. محمد سواها قبل الله، محمد رسول الانسانيه سواها قبل ساعه. لا اله ليش تسال الشيخ سلام؟ ليش الشيخ سلام عند هذا ابن سجاد الان عمره يسال عن ابوه يسال امه، عمره الان حوالي بصف الثاني متوسط او الاول متوسط، يسال ليش؟ شيخ سلام شنو قال لكم انتم كذابين؟ قال لكم انتم مو اصحاب الامام؟ طلع شهركم بالناصريه والشطره والمناطق وعرف وذكر للناس فسادكم واخلاقياتكم وطلع على بعض اسراركم. ليش شيخ سلام شنو زي الكتب؟ حتى انه حيدر من فضح هو احمد وقال انت كذا وكذا وكذا وكذا، ويتم بمنشوراته وبيانه رقم فلان اللي نشرني اللي يدعى بعدين للاسف حيدر يعني بعدين انا ليش تكلوا فلان وفلان وفلان تكلوهم؟ عندهم اغتيالات مولانا، ما يسال عن اذا ما على محل الشاهد انا اريد ابين لك الستر بالالفاظ وبعض الاشياء ابتعد عن بعض الامور حتى يكون اكيدكم هسه. حقيقه عندني فقال له لحد نرجع للقصه لحيدر، حيدر قال ابويا السقف شو تسوي؟ قالوا له قالوا ما نسوي، قالوا ابويا راح احطك 6 جنيه اذا انت اليمن اقول وتقول انا عندي معجزات وعندي كذا، واذا انت اليماني الامام او ما ادري شابه احمد اسماعيل جعفر طلعت اللي هو احمد بن الحامل اذا سمي من مدعو احمد بن حسن يعني ثقيله شويه معذره للامام نقولها. المهم محل الشاهد فقلت له انت اذا عن طريق احمد بن حسن فانت تخلي طلعت وانت عندك مجرد اليوم يومين 3 ايام 4 ايام ما طلع حيدر من السجن. قالوا له ابويا الدجوله مجنون وطلعوا خالد الحدود النيران. قالوا ابويا انت رجال مخبى وجود علماء
قالوا خلينا نشوف شنو حجتك، كل الحجه اللي عنده ما طلع عنده شيء. بعدين قالوا هذا مجنون طلعوه، وبعدين طبقوه حذر، دخل الى العراق. من راح وداه احمد اسماعيل، احمد اسماعيل قاطع راح يبشر بايران بدعوته. هاي واحده من المواقف مشهوره الحدث. خلوه يوم يومين 6 ايام 4 ما قالوا له من زي انا اطلع قدر المسجدين، ترى طلعت من المسجدين. بعدين هم طلعوه تطلع عليه المجنون، وطلعوا هذا مخبر هسه انتم تحطون محاكمكم هذا المسجدون، صحوا وحذروا وطلعوا. على حال نعم هاي من المواقف، يعني كثير من مواقف مولاي العزيز اذا تريدون خدمتكم وكثير من الملاحظات، وانا خدمتكم اكون ابسط نسخه اوصلها للمدة. ان شاء الله. جزاكم الله الف خير. احنا راح ننشر هذا اللقاء اللي هو بعنوان القاطع تحت المجهر، هاي الحلقة الاولى وياكم. ان شاء الله احنا راح نرتب لقاء ثاني للحلقة الثانية، احنا ما راح نتركه لانه نشعر انه هناك مؤامرة على المرجعية وعلى العطاء، ولا سيما الان التشيع ينتشر في كل العالم، والوهابية اصحاب البترودولار الان يعيطون يصيحون السنة تشيعوا، وهؤلاء يريدون يضربون مؤامرة تضرب التشيع باسم القاطع انه شيعي، ويحطوه بالقنوات والكذا في سبيل انه دائما ملاحظة سيدنا حسن، ملاحظة طبعا هذا كل اللقاءات اللي طلعت على الشرقية ضفتها على جماعة احمد اسماعيل وطبعا على قناة صفا. حقيقة دول يتحدثون عن احمد اسماعيل قاطع ما يعرفون عنه اي شيء للتاريخ ان شاء الله. يعني حقيقة والله يا الهي تقبل من هذا القرب يا الله، الهي انا يا الله تقبل من هذا القليل. اقول ما يعرفون عنه اي شيء. نعم صحيح، ما يعرفون عنه اي شيء، ما يعرفون شنو هو، ما شايفينه، ما يعرفون شنو مجرد اكو نصوص من شرح احمد اسماعيل قاطع هم يجادلون على نصوص، وهذا الحامين والميم واحمد وما ادري شنو والبصر وكذا وكذا، وابن الامام كذا. هاي النصوص اللي ترى بالروايات الضعيفه المرسله، حتى اكو بعض الروايات سيد سامي البدري الله يكتب سلامته انه المشكله العقليه وكتب لهم رساله شبهات هذا خطا مطبعي. انت تمسك روايه ترى هاي روايه خطا مطبعي كلها تروح كان مصدر، يعني يعتمدون على الروايه اللي فيها كان خطا ويقولون شوف ايش مكتوب بالنص الفلاني، واذا تراجع النص الروايه بالاصل هي ناقله بخطا مطبعي. نعم يعني يعتمدون على الخطا المطبعي، ما يعتمدون على الاصل. صحيح. فهذول اللي طلعوا اللي بني انا نذكر على رجاله جاي يذكر الامور. المهم لو تراجع يعني راجعت يعني هاي الحلقات اللي بثت عن طريق هذا بالذات هذا المصري، يعني هذا حقيقه يعني حقيقه عنه اطلق عنه، يعني حقيقه جد الذي الى دليل الى بعد المسألة. انت شايف من عندك تعرف عنه، انت كان رجله واحواله وروايه اصلا يعني حقيقه اللي انتم تجهلون شيء ما يعرفون عنه شيء. يعني حقيقه هم يتحدثون بوادي واحمد اسماعيل قاطع البصراوي السميري او ابو وادي، يعني وادي اخر. يعني الرجال حتى انه اضافوا له بعض المناقب يا جماعه مثل مناقب معاويه بعد ما لا اله الا الله، يعني اضافوا له مناقب هو بعيد عنها الرجل. نعم. يعني اضافوا له امور يعني ما ادري يعني للتاريخ للاسف اذا هم يستمعون وراح يستمعون هذا الشيء عاده ما خلي يراجعون انه فكرهم، يراجعون ضميرهم، يراجعون عقولهم، يعرفون هم الذكر شافوا احمد، يعرفون احمد، يعرفون امه، يعرفون اخواته. اذا هو ابن الامام خلي اخواته للشهداء بس هذا يتقدم عليهم الله يحفظهم ان شاء الله. خليه يسلم اذا ان ابن الامام خليه يسلم حجه قادر قدام المجتمع لان اخواته بنات الامام منو الامام طلعت انه بهذا الشكل، منو الزهراء طلعت بهذا الشكل. عندك رساله من نساء اهل البيت طلعت بشكل بهذا الشكل اللي انا يطلع عندي اخواته بالمجتمع. هذا متطور، هذا امام متطور يعني عصري.
والله ما ادري يا سيدنا. خلي ان شاء الله بعض الاخوان اذا اخليه يروح بس لا يختل اخواته يسمع حديثنا حتى لا يختل عن ثوره يسمع ويقولوا هاي اخوات ثلاث العصمه مثلا. هذا كلام ساذج يعني يا مولانا العزيز. يعني ما اخليه يعني منهم يعني لا يريد يطابق بالنصوص. خلينا نشوف زينب شنو كانت اجابه. هاي بنات العصمة ما شافها فلان. المرأة فاطمة لما دخل عليها الأعمى لا ترى أن لا يرى الرجل ولا ترى. هل ويا أخواته وأسرته مع احترامي إليهم وإجلال تقدير إليهم، لكن هم يحكون على نفسهم أو طلع فيما بعد طلع أمامته وأسرته قال ربي تعالوا أنتم مو مسؤولين من أصل فخلي حطكم والمهد وخلقوا نفسكم. زين خلنا حل مساكين دول خلي يروحوا يدورون عن أصلهم خاص انهم فقد مو سلامي ولا الاسميري. خلي جزء العشيره اللي هي يمكن يخليهم معهم الصحه. نعم. الو يقطع التليفون. شوفوا هاي واحده من المعاجز. خلص الباتري مال الرجال. على كل نحن نكتفي اليوم. ايه نكتفي بهاي الحلقه الاولى اخواننا لان مرتين انقطع الاتصال. اي حياكم الله. بالله خلنا نأرخ اخواننا. منو ما سمع الاتصال من الاول؟ كم